السؤال ده دايمًا باتسأله كتير، هل حساسية الأنف بتسبب الكحة؟ وهل حساسية الصدر بتسبب الكحة؟ حساسية الأنف إفرازات الأنف الخلفية بتسقّط على الجهاز التنفسي العلوي، فبتعمل كحة، والكحة دي بتبقى ليلية يعني بالليل أكتر من بالنهار، أو أول ما يصحى الطفل من النوم الصبح. حساسية الصدر طبعًا تزييق في الصدر وضيق في الشعب الهوائية، طبيعي يبقى معاه كحة، وممكن تبقى كحة جافة أو كحة ببلغم، وفي الغالب بيبقى فيها إفرازات أو بلغم. فبالتالي الاتنين يعملوا كحة، والاتنين عشان أعالج الكحة دي، أعالج سببها وأدّي أدوية أو منتجات طبيعية معاها. أمهات كتير بتسألني إمتى أقلق من الكحة؟ قلقنا من الكحة لو الطفل عنده ضيق تنفس، لو الطفل ده رضيع لسه مولود في أول شهر أو شهرين أو 3، الطفل قبل سن سنة، الكحة بنخاف منها جدًا، لأنه سهل إن الطفل يتطور من نزلة برد بسيطة وكحة بسيطة لالتهاب رئوي لا قدر الله في يوم وليلة. فبالتالي السن مهم جدًا، نوبة الكحة الطويلة العنيفة المتواصلة اللي الطفل ما بيفصلش منها، ضيق التنفس، زرقة في الجلد أو نشاط الطفل وِحِش بشكل أو بآخر، دي علامات الخطورة في الكحة. الكحة لو قعدت فترة طويلة أكتر من شهرين بنسميها كحة مزمنة، فبالتالي نخلّي بالنا منها. الكحة اللي ليها رنة غريبة بنسميها الكحة النباحية أو كحة التهاب الحنجرة، دي من الحاجات الخطر، وبيبقى في ضيق تنفس عنيف جدًا ولازم نتوجه لأقرب طوارئ بسرعة، هي دي علامات الخطورة في الكحة.